البني ادم ده اقل شيء يتقال في حقه انه جاحد وقلبه حجر، والطمع عمى قلبه وعينه كمان. سواق توك توك من اسكندريه وماتت موته طبيعيه عادي، والمفروض اكرام الميت دفن. هو بقى كان اكرامه للست والدته لما ماتت انه دفنها في الصاله بتاعه البيت عشان يفضل يقبض معاشها. الكلام ده حصل من رمضان اللي فات ومحدش يعرف اطلاقا، والموضوع تكشف بالطريقه اللي كان لازم يتكشف بيها. سواق التوك توك ده لما والدته ماتت ودفنها في الصاله وكان مستمر لشهور طويله، اكيد واخواته التانيين والمقربين كانوا محتاجين يشوفوا والدته. ولكن لما الموضوع طول والشكوك بدأت تدور في عقل اخواته، بدأوا يسألوه عليها ويطلبوا مقابلتها باستمرار او حتى يكلموها، خصوصا بقى بعد ما هو كمان بقى يرفض باستمرار طلب اي حد يحاول يقابلها. ولما الموضوع زاد بقى قال لهم انها سابت البيت وراحت تعيش في مكان بعيد هو ما يعرفوش. طبعا اخواته ما سكتوش وبلغوا الشرطة اللي من دورها اقتحمت الشقة، ولما دخلوا الشقة اكتشفوا الكارثة الكبيرة. صندوق كبير في قلب الصالة مليان رمل واسمنت ومكسب طبقة خرسانية. ده اول شيء اثار الشكوك، لان اخواته قالوا ان ده ما كانش موجود. وبعد فحص الصندوق اكتشفوا انه مخبي جواه جثة الست العجوزة صاحبة ال76 سنة. وطبعا مع الادلة اعترف الابن ان الجثمان يعود لوالدته، وقال ان والدته توفت وفاة طبيعية قبل شهر رمضان اللي فات بايام، ولكنه قرر اخفاء الوفاة عن الجميع وعن الجهات المختصة عشان يفضل يصرف معاشها ومعاش والده المتوفى. والتحريات الاولية كشفت ان المتهم كان بيحصل شهريا على ما يقارب 22 ألف جنيه من المعاشات، ده اللي دفعه لإخفاء الحقيقة لأكتر من 4 شهور. وقع أثارت صدمة كبيرة بين الأهالي طبعا، اللي زمانهم بيسألوا نفسهم دلوقتي إلى أي مدى ممكن الطمع يوصل الإنسان، وهل في ظروف تبرر الواحد زي ده إنه يخبي جثة أمه في صالة البيت لمدة شهور، وكان مستعد يكمل كمان عشان معاش؟ شاركنا برأيك في الكومنتات وصلى على